وليد، هل البدائل الخشب والرخام والكلام ده عملية ولا لأ؟ أو الأحسن نعملها ولا نعمل خشب طبيعي؟ بص، لما باجي ببص الموضوع ده أنا بقارنه بحاجتين. أول حاجة العمر الافتراضي، وبقارنه تكلفة، لأن برضه تكلفة ده 10 قروش تكلفة ده قرشين، فأكيد أنا برضه المقارنة ما ينفعش تبقى عادلة. طب أنا دلوقتي إمتى هعمل بديل الخشب وإمتى هروح للحاجات الطبيعي؟ والله أنا هعمل بديل الخشب لو الشكل اللي أنا عايزه متاح، لو أنا عايز حاجة تتعمل بسرعة، لو عايز حاجة موفرة وفي نفس الوقت تديني شكل حلو وشيك وفينش عالي. ولكن لو انا عايز حاجه تعيش معايا اكتر مش هينفع بديل الخشب، لان انا متوقع مثلا العمر الافتراضي البديل الخشب او اي بديل عموما هيبقى في رينج ال5 سنين. بعد كده لو حصل فيه اي مشاكل ففي الاغلب انت مش هتعرف ترمم الكلام ده او تعالجه، وخلافه على خلاف الحاجات الطبيعيه اللي انت ممكن تفكها وتروح تجددها وتيجي تركبها تاني وترجع 10 على 10 ما فيهاش اي مشاكل خالص. بس لو ده بقارنه كتكلفه، يعني لو ده هيقعد 5 سنين وده هيقعد 20 سنه بس ده ب 2000 وده ب 10000، يبقى اكيد مفيش مقارنه، لان انا بقى 2000 ده، طب ما انا ممكن لو كده كل 5 سنين هجيب واحد هيقعد معايا 20 سنه 25 سنه، فنفس العمر الافتراضي. بالعكس ده انا ممكن كل ما احس بالزهق ابدله او اجدد او اجيب حاجه ثانيه. ولكن الاهم بقى من كل ده التصميم اللي انا عايزه والشكل اللي انا عايزه، لان العك وان انا اقعد ادخل خامه مع الثانيه وشكل مع الثاني ولون مع الثاني، الحاجات دي بتعمل تشوه بصري ما ينفعش ان انا ابقى شايفه. فدايما بص للموضوع، فكر فيه الديزاين اللي انا عايزه ازاي، هل ده اقدر اوصل له من حاجه مصنعه يبقى تمام اوبشن كويس ممكن نروح له، لو ما اقدرش يبقى ساعتها ممكن نروح للايه الحاجات الطبيعيه، ودي بتبقى ساعتها شيك وانا شايفها ان هي بتطلع عمليه وكويسه. وفينش الحاجات الجاهزه خليك فاكر دايما ان هو احسن واسهل في التركيب.